اهلا يوتيوب، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البدايه تعريفا عن نفسي، عبد الوهاب الشافعي، مدرب واخصائي تغذيه معتمد، والقناه دي معموله علشان اقدر افيدكم في اي حاجه ليها علاقه بالتغذيه او بالتمرين. فما تنساش قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك، تعمل شير للفيديو، وتنزل تشترك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وما تنساش كمان بعد ما تخلص الفيديو تنزل تحت في الكومنتات وتكتب لي ايه هو الموضوع اللي انت عايزنا نتكلم عنه الفتره اللي جايه او في الحلقه اللي جايه. طيب، حلقة النهارده هتكون عن التستوستيرون وازاي انا ازود التستوستيرون. في البداية، ايه هو التستوستيرون؟ التستوستيرون هو هرمون من ضمن هرمونات جسمك، هو اللي بيكون مسؤول عن تحسين عملية الحرق، الهضم، بيكون كمان مسؤول عن تزويد حاجة في جسمك اسمها البروتين سينثيسيس، او اللي هي مستقبلات البروتين داخل الخلايا العضلية. بيكون مسؤول عن انبات الشعر، خشونة الصوت، الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها او فاهمينها عن هرمون التستوستيرون. طيب، في الفيديو بتاع النهارده احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن اشهر الاطعمه او ايه هي افضل الاطعمه اللي ممكن تحسن لي من افراز هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي. تمام. فهنتعرف على ايه هي الاطعمه مثلا اللي ممكن تكون غنيه بالزنك، غنيه بفيتامين دي، وكمان هنتكلم عن اطعمه تكون فيها مضادات من الاكسده. فاحنا النهارده هنتكلم عن اللحوم الحمراء، الاسماك، المكسرات، هنتكلم على البيض، وهنتكلم على الخضروات، وفي حاجات تانية برضو هنتكلم عنها او توبكس جوه الفيديو. طيب، في البدايه برضو زي ما قلنا، اللحوم الحمراء او اللحم البقري او اعضاء الحيوانات بتكون حاجه من الحاجات المهمه جدا انت تزودها في الدايت بتاعك. ليه؟ لانها بتحتوي على الزنك، بتحتوي على الفيتامين دي. وكمان لقوا ان لما انت بتاخد الفيتامين دي او بتاخد الزنك من بره او من سبلمنت، انت عندك الزنك بيزود الحيوانات المنويه عندك بنسبه 74%. ده لما لقوها ان انت بتاخد مثلا الزنك على مدار ما بين شهر لحد 6 شهور، بيزود عندك الحيوانات المنويه بنسبه 74%. وكمان لقوا ان فيتامين دي لما انت بتستمر عليه لمده سنه بيزود عندك هرمون التستوستيرون او بيزود عندك افراز هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي لحد 25%. وطبعا بعيدا عن الزنك او فيتامين دي، غير كده الكبد او اعضاء الحيوانات، اللحوم بتاعت اعضاء الحيوانات ذات نفسها زي الكبد، الكلاوي، كل الاصناف ديت من الاكل ده غير اللحمه فيها نسبه من الكرياتين، والكرياتين طبعا بيساهم بشكل غير مباشر في تحسين كتلتك العضليه وتحسين افراز هرمون التستوستيرون بتاعك. برضه هنتكلم على حاجه زي الدواجن او التركي او الديك الرومي، ديت بتكون مصادر بروتينات، لان البروتينات طبعا من اهم الحاجات اللي انت لازم تحافظ عليها في الدايت بتاعك، هي نسبه البروتين بتاعتك. لان لو مفيش نسبه بروتين بتاعك فمش هيحصل بروتين سينثيسيس، مش هتلاقي عندك عضلاتك بتكبر، مش هتلاقي عندك الماسل ماس بتزيد، مش هتلاقي عندك هرمون التستوستيرون بيتم افرازه بشكل كويس. وكمان من ضمن اهم الحاجات اللي انت تختارها هي اختيارك لطريقه طبخ البروتين. لازم تختار طريقه صحيه جدا لطبخ البروتين، زي السلق، زي الشوي، زي السوي على البخار. ابعد تمام البعد عن اي حاجه فيها قليه، او اي حاجه ممكن يكون فيها زيوت مهدرجه، او اي حاجه ممكن يكون فيها اي مواد غذائيه مصنعه. برضه هنخش في حاجه برضه زي الاسماك، زي الاسماك الدهنيه، زي السلمون، زي التونه. الحاجات ديت بيكون برضه موجود فيها نسبه فيتامين دي كويسه جدا. ده غير نسبه الاحماض الدهنيه اللي موجوده فيها زي الفيش اويل او الاي بي اي او الدي اتش اي، اللي هم اثبتوا بدراسات والابحاث ان الاثنين دول او الثلاث حاجات دول بيكونوا من ضمن الحاجات اللي بتساهم في تحسين وظائف المخ، بتحسين وظائف القلب، بتحسين الاداء الرياضي بتاعك، وكمان بتحسين الذاكره او بتحسين الذهن. فانك تدخل الاسماك من ضمن الدايت بتاعك من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع ده شيء كويس جدا جدا جدا، وخلي بالك منه. بعد كده هنخش على البيض. طبعا البيض من ضمن الحاجات اللي ناس كتيره جدا بتستغرب احنا ليه بندخل البيض على الفطار، كمال الاجسام ليه بيدخل البيض على الفطار، الكلام ده كله. انا عايز اقول لك ان البيض مليان احماض دهنيه قويه جدا، ومليان فيتامينز، ومليان مينرالز، ومليان حاجات مفيده جدا جدا جدا. غير ان البيض كمان هو واحد من ضمن البروتينات الكامله، او اللي هو ده سورس اوف كومبليت بروتين. يعني ايه؟ يعني هو موجود فيه كل الاحماض الامينيه اللي جسمك محتاجها. فانت لما تدخل البيض في الدايت بتاعك هيفيدك بشكل كبير جدا. ده غير فيتامين دي اللي موجود في البيض، واللي بيكون زي ما قلنا له دور قوي جدا 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 في تحسين افراز هرمون التستوستيرون بتاعك. ولكن هنا في نقطه معينه انا عايز اكلمك فيها، هي موضوع الكوليسترول والبيض. هل البيض ممكن يزود عندك الكوليسترول؟ هو البيض هيزود عندك الكوليسترول، ولكن نسبه وتناسب. بمعنى انا عندي بالنسبه للكوليسترول عندي اتش دي ال وعندي ال دي ال. بالنسبه لل دي ال او الاتش دي ال، ايه اللي بيحدد مين فيهم اللي هيزيد؟ هو تناولك
للدهون ايا كانت ايه هي، سواء كانت دهون صحيه او دهون غير صحيه. لو دهون غير صحيه هتلاقي ال LDL عندك ممكن يزيد، او هتلاقي عندك جينيا انت ممكن ال LDL عندك ممكن يزيد بسبب حاجات عندك جينات او حاجات عندك في الوراثه. ولكن هل البيض هيضرك في حته الكوليسترول؟ لا. هو البيض بيعمل ايه؟ هو البيض بيرفع الكوليسترول، ولكن ايه اللي احنا بنركز عليه او اللي احنا لازم ناخد بالنا منه في موضوع الكوليسترول؟ هو ان احنا نرفع من الكوليسترول الصحي او الكوليسترول المظبوط عندك في جسمك، اللي هو بعيدا عن ال LDL، اللي هو ال HDL. ده كل ما يحصل فيه تحسن في النسبه بتاعته في جسمك، كل ما هتلاقي هرمونات جسمك انتجت بشكل افضل، لان من ضمن مكونات الهرمونات عندك في جسمك ال HDL او الكوليسترول. لان لو مفيش كوليسترول ده معناها ان مفيش هرمونات، معناها ان مفيش تستوستيرون، معناها للاسف ان مفيش عضلات. خلينا نخش في الحاجه اللي بعدها، زي المكسرات، زي اللوز والجوز والفستق. اي نوع من انواع المكسرات بيكون له فايده كويسه جدا. ليه؟ لان هو بيكون مليان معادن، بيكون مليان فيتامينز، بيكون مليان دهون صحيه كويسه جدا لهرموناتك. فلو انت دخلت جزء من المكسرات ديت في خلال يومك، حتى ولو كانت بكف ايدك، هيكون بورشن او هيكون يعني هتكون حصه كويسه جدا من المكسرات، هتساعد برضو في تحسين جوده وتحسين افراز هرمون التستوستيرون بتاعك. بعد كده نخش على منتجات الالبان، زي الزبادي، زي اللبن، زي الجبن القريش. كل الحاجات ديت برضو بيكون فيها نسبه بروتين كويسه الى حد ما، اكيد طبعا فيها نسبه بروتين كويسه. ده غير طبعا نسبه الكالسيوم اللي موجوده فيها، واللي هي كمان بتساهم، او هو عنصر الكالسيوم لما بيخش جسمك كمان بيساهم في تحسين جوده التستوستيرون، وكمان بيحسن من افرازه في الجسم. فيحرص دايما على انك انت تدخل منتجات الالبان في الدايت بتاعك، بس تكون منتجات البان قليله الدسم او اللي هي اللو فات. بعد كده هنتكلم على حاجات برضو زي الخضروات. الخضروات عندي زي السبانخ، زي البروكلي، زي الهيليون او الاسبراجس. ليه بدخل خضروات في الدايت بتاعي؟ لان الخضروات ديت بتكون بتساعد على انها تكون مضاده للاكسده، وفي نفس الوقت الخضروات ديت كمان بيبقى فيها مركبات، بدون الدخول في تفاصيل، بتساعد كمان في تقليل او بتقلل من هرمون الاستروجين عندك في جسمك، وبترفع من هرمون التستوستيرون عندك في الجسم. فحاول تضيفها لنظامك الغذائي بشكل متواصل وما تقطعهاش. ليه؟ لان الخضار مش عدو ليك، بل بالعكس، الخضار مفيد ليك جدا جدا جدا. وزي ما قلت لك، هم 3 حاجات: البروكلي والسبانخ والهيليون او الاسبراجس. حاول تضيفهم في كل وجباتك. نخش بعد كده على حاجه برضو حلوه جدا، وهي الفاكهه. عندي كل انواع الفاكهه هتفيدني في حاجات معينه، ولكن برضو انا حابب ان انا احط لك فاكهتين معينين، هو زي الرمان والموز. ليه؟ لان هما بيحسنوا من مستويات الطاقه، مليانين بوتاسيوم ومليانين مغنيسيوم بشكل قوي جدا جدا. وطبعا دول من اهم الحاجات اللي بتساعد على تحسين الوتر ريتنشن في جسمك، وكمان بتساعد على الاسترخاء وعدم حدوث ارق ليك اثناء النوم. وده بيساهم بشكل غير مباشر في تحسين مستوى هرمونات البناء عندك، او هو هرمون التستوستيرون. وكمان لوجود سكر الفركتوز في الفاكهه بشكل عام، ولان الفركتوز هو جزء من مكونات، او هو الجزء من الحاجات اللي بتكون هرمون التستوستيرون عندك في جسمك. فحافظ دايما على وجود حصه من الفاكهه في الدايت بتاعك وما تقطعهاش. برضو عندنا حاجات زي الحبوب الكامله، او زي الشوفان والكينوا. فدي مصادر كويسه جدا للالياف، لانها بتحسن من عمليه الهضم. فيها مصدر كويس جدا من، او فيها كميه كويسه جدا من الفيتامينز والمعادن، طبعا زي ما قلنا في الفواكه. وده بيكون له تاثير ايجابي قوي جدا على انتاج الهرمونات عندك في جسمك. برضه هنخش على حاجه زي الاعشاب. عندي الجينسنج، عندي الجنزبيل، عندي الشاي الاخضر، عندي الحلبه. كل ديت بتكون حاجات بتساهم او ليها دور في تحسين تدفق الدم والدوره الدمويه. فده بالدور برضه هينعكس على انك انت توصل دم بشكل قوي وبشكل كويس للجهاز التناسلي عندك. فده كمان هيحسن من عمليه انتاج هرمون التستوستيرون عندك. وكمان بتدخل الشاي الاخضر، بعيدا عن موضوع التخسيس، انت بتدخل الشاي الاخضر لانه كمان مضاد للاكسده. فده كمان هيساعد على انك ما يبقاش عندك ايجنج سريع، او تحس انك انت سنك بيزيد بسرعه. بل على العكس، هيحافظ على نضاره بشرتك، هيحافظ على الشباب بتاعك بشكل عام. هتلاقي نفسك عندك 30 و40 و50 سنه، بس على العكس انت محافظ على صحتك ومحافظ على بشرتك ومحافظ على نشاطك الرياضي.
في النهايه انا حابب اقول لك على 3 حاجات. حاول دايما انك انت تتجنب الاكل المصنع او الاكل المعالج، لان هو بيكون شيء بشع جدا انك انت تدخله في الدايت بتاعك، وهيكون مضر ليك بشكل كبير جدا. مارس الرياضه بانتظام، لان الرياضه بانتظام ايا كان ايه هو نوع الرياضه هو هيحسن من انتاج الهرمون بتاع التستوستيرون عندك في جسمك، وكمان هيحسن من الدوره الدمويه، وهيحسن من تدفق الدم، وهيخلي الخلايا عندك فيها قابليه، او بمعنى اصح يعني انت مش هتلاقي نفسك كبرت في السن، لا بالعكس، انت بممارستك للرياضه انت هتحافظ على هرمون التستوستيرون عندك في معدلاته الطبيعيه الى حد ما. بس ده طبعا الى حد ما لو انت بتزيد في السن، فانت محتاج انك انت تدقق كويس قوي في الحاجات اللي انت هتدخلها جوه جسمك، لان اللي انت هتدخله جوه جسمك هو هيظهر عليك من بره. رابع حاجه ودي الاخيره في فيديو النهارده، انا عايزك تشرب ميه كفايه بشكل كويس جدا. تشرب ميه تشرب ميه تشرب ميه، وكمان تحافظ على جوده النوم بتاعك، الا وهو انك انت تختار وقت كويس جدا للنوم، وتختار كمان عدد ساعات نوم كويسه جدا. بمعنى انك انت بتنام من 7 ساعات ل 9 ساعات يوميا، ولكن علشان تحافظ على جوده النوم بتاعك انك انت تنام بالليل. يعني اخر حاجه تبقى في السرير بتاعك الساعه 11 بالليل. ليه؟ لان من بعدها بيبتدي اول عضو من اعضاء جسمك ان هو ينظف في نفسه، وهو الكبد. فانت لما تاخر في النوم ده مش احسن حاجه. مش معناه ان انت يعني عشان تنام 7 8 9 ساعات اللي هو تقول لي انا هنام الصبح وهنام مثلا على الساعه 4 الفجر 5 الفجر او 6 الصبح واصحى بعدها ب7 8 ساعات، فده مش كويس. بس كده يا يوتيوب، انت لو كملت الفيديو لحد دلوقتي انت كده بتساعد في انتشار القناه. وما تنساش قبل ما تقفل الفيديو عايزك تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان نساعد في نشر المحتوى، تساعد في نشر المحتوى. وكمان شير الفيديو دوت لاكبر عدد من صحابك عشان يستفيدوا. وما تنساش قبل ما تقفل الفيديو كمان تنزل تحت في الكومنت سيكشن تكتب لي حابب ايه اللي اعمله عن حلقه الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير يوتيوب. السلام عليكم.